السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في القناه انوار ضوء اطلس. اسمحوا لي غبرت عليكم شويه المتتبعين ديالي. اليوم عندي لكم فيديو جديد. الكفته ديال السردين مشويه في الفران، لذيذه وغزاله وسهله. كتجي بحال الكفته مشويه اللي كتكون مشويه في الشويه ديال الزنقه، ولكن هذه ألذ. الاخرين كيحكوا عليها الشحمه، انا درتها هذه عاديه بلا شحمه بلا والو، داكشي طبيعي. كناخذوا السردين ديالنا تقريبا كيلو، كنقيوه مزيان وكنحيدوا ليه السنسور ونحيدوا ليه القشره ديالو، ونطحنوا غا هكا في الماكينه ديال الليد، كيجي ساهل. كناخذوا واحد البصله كنقطعوها طريفات صغار، كنفرموها مزيان، حاولي تقرديها مزيان باش ما تحسيش بها ملي كتكوني تتناولي الكفته ديالك. صافي كنديروا ليها العطريه ديالها، كندير واحد المعلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه تكون هكا شويه عامره، معلقه ديال شكنجبير. هاد الكفته هادي راه والله كتجي غزاله، كتجي زوينه، وكديريها هكا في الفران، ولا احسن كاع ديريها في الفاخر. معلقه ديال التحميره ومعلقه ديال الابزار. وبالنسبه هذا درت الكمون، درت غير شويه. الكمون ما كتكثريش لانه شويه كيجي مر، درت منه غير شويه، راس المعلقه. وغادي نعصر عليه الحامض، غادي نعصر عليه نص حامضه، ومعلقه ديال القزبور مقطع رقيق. وكنديروا معاه حتى شويه ديال الزيت. انتما عصرت الحامضه دابا بيدي هكا. الحامض راه باش ما درتيه كتير راه كيجي حسن، كيجي مزيان. ودابا هادو هما الوكلات اللي خصنا نديرو في هاد البرد، يكون الانسان يتناول شي حاجه صحيه وسخونه وزوينه. انا درت شويه ديال الزيت البلديه، الزيت البلديه احسن من الزيت المعيده. وحكيت عليه واحد جوج الريوسه ديال الثومه، حكيتهم هكا بالحكاكه. والثومه حتى كاين اللي كيبغي يديرها كثيره، يديرها كثيره. هي الثومه حتى كتواتى مع السردين كتجي زويونه. وغندير شويه د المليحه، ملحه ما نكثرش لان السردين تيكون مالح. صافي غادي نخلط كلشي بيدي، غنخلط الكل بحال هكا، نحاول ندخل كلشي في الكبسه. سورتو داك البصله خصها تحاولي تخلطيها مزيان باش ما تبانش للوليدات اللي كياكلوها. وهنا غادي نرافقها بالدنجال مقلي في البيض. كنمرمدو في البيض والطحين وعاد كنقليه، كيجي تا هو زوين. ها نتوما تبعوا معايا الطريقه، يجيكم ساهل وتيجي لذيذ وما تيشربش الزيت، لان كندير غير الكميه قليله ديال الزيت فاش كنقليه وما كيشربش الزيت. كتحاولي تقطعيه رقيق باش كيجيك دغيا ملي كتكوني تقليه. تقريبا الدنجال درت 3 صغار، ممكن ديري 4، ممكن دير شحال ما بغيتي، حيت هو ملي كتقليه بحال هكا في البيض، كتمرمديه في البيض وتقليه تيبقى شاد الشكل ديالو، ما تيوقع ليه والو. تقدري تحتفظي به في البواطه في الثلاجه وتسخنيه لغد الليل، ما تيوقع ليه والو. هانتوما خديت بيضه ديالي وغادي نطربها شويه بالفرشيطه صافي. وغادي المليحه ما درتهاش، خديت حتى نقلي، عاد كندير المليحه صافي. كنمرمد في البيض ونمرمد في الطحين ونحطو بحال هكا. كندور شويه في الطحين حتى كتحسي بالطحين تلبس كامل. صافي كتحتفظي فيه بشي طبيصيل هكا، كيبقى شويه باش كيعاود يشرب داك الدقيق. هاد الطريقه هادي راه ما كيشربش الزيت، كيجي حسن ملي كتكوني تقليه في الزيت ديالك، كيشرب الزيت بزاف. وممكن ديريه بهاد الطريقه حتى في الفران، الا بغيتي كدهني غير بشويه الزيت وتخليه في الفران. ها نتوما الكفته ديالي غادي ناخذ هكا غير العويدات ديال الخشب، كتباع هكا الباكيه تبارك الله فيها عرامه، راه ما تخدمي يبقاو عندك شحال. صافي كنبقى نلويها بحال هكا على الخشب، وكندير شويه الزيت في يدي باش ما تلصقش ليا. وكتحاولي تقادي هكا في اللاطه بيديك باش كتعطيها الشكل زوين. صافي ملي كطيب كل واحد كياخذ قطيب ديالو كياكل فيه، كتجي زويونه. والله هاد الكفته هادي كتعجبني انا بهاد الطريقه هادي. ها هو الدنجال ديالي كنقليه. هانتوما درت غير كميه قليله ديال الزيت. والله يحفظكم ليا، ما تنساونيش في لي لايك ورفعوا القناه ديالي شويه، عاود دعموني القناه ديالي شويه ناعسه، دعموني باش نستمر. الله يحفظكم، الله يعطيكم ما بغيتو.
كل واحد اللي داير شي حاجه زوينه في بالو تكملها له يا سيدي ربي، وتحفظكم لوليداتكم وتحفظكم الرجاله ديالكم وتحفظ لكم والديكم. المهم اللي كيتفرج يتبع الفيديو ما ينسانيش في اللايك. الله يحمي لكم الوالدين فضلا وليس امرا من طبيعه الحال. الا عجبكم المحتوى دعموني. ها نتوما بحال هكا كيجي هاد الدنجال هذا راه ما كيشرب لا الزيت لا والو. كتعمري المقيله ديالك صافي. الكفته ديالي بعد ما طابت ها هما انت الدخاخن باقيين طالعين باقا سخونه هكذا كتجي تبارك الله كتخرج الكميه شويه لا باس بها. ورافقتها بشويه ديال الشلاضه ديال الخيار ومطيشه صافي. وحطيت الحامضه اللي بغى الحامض يزيدو دابا نيت ملي كتكون طايبه ماشي مشكل. العشاء خفيف صراحه انا درتها بالعشاء ماشي الغدا. ممكن ديرها بالغدا ولكن انا درتها بالعشاء. المهم زوينه. نتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه ديالي. واذا عجبتكم خليو لي كومونتير خليو لي في التعاليق ونشوف الكفته كي جاتكم بالصحه والراحه. هي راه انت ما كتلصق ما والو. كدهني اللاطه بالزيت وكتدخليها في الفران. ها انت والله الا الدخاخن باقيين طالعين. ها انت باقا سخونه. شهيتكم سمحوا لي. ايوا هذا هو هادشي اللي كاين. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ها انت راه كيما هي راه ما كتحق ما حتى شي حاجه شتي حيت كنكونوا داهنين المقيله ديالنا. وممكن ديريها حتى في الفخر غير انا بغيت الفران دغيا كيسربيك. ها هو الدجاج ديالي اللي قليته في الزيت درته في البيض والطحين وقليته. شليده هكا د الخيار ممكن ديري شرد ماغوكان انا. وشكرا الى الفيديو اخر ان شاء الله.